سنة 2008 صحيت جماهير الكرة المصرية على خبر هروب عصام الحضري، وبعدها ب10 سنين سنة 2018 الجوانتي اللي لبسه عصام الحضري في مباراته مع منتخب مصر قصاد منتخب السعودية اتحط في متحف الفيفا. يوم 15 يناير سنة 1973 في كفر البطيخ في محافظة دمياط كانت جماهير الكرة المصرية على موعد مع مولد نجم كبير في تاريخ الكرة المصرية وهو عصام كمال توفيق الحضري. سنة 93 لسنة 96 تألق عصام الحضري مع فريق دمياط ولفت أنظار الجميع من ضمنهم المنتخب الأولمبي اللي كان بيلعب معاه عصام الحضري، وكان في ماتش في استاد القاهرة فشل فيه المنتخب ان هو يصعد للاولمبياد. وبعد الماتش كان فيه لقاء صحفي مع عصام الحضري اتكلم فيه باللهجه الفلاحي، وبعدها لما في حد ساله بعد النجوميه عن اللقاء ده قال انا بفتخر ان دي كانت بداياتي. شوفك وانت كده بتقول ايه للجمهور؟ بقول يعني احنا ما حاش والله قادرين، يعني احنا عملنا اللي عندنا كل اللي عندنا يعني يعني في الماتش ما حاش قادرين، ويعني احنا زعلانين ان الجمهور ده طالع ان هو زعلانين نقول التيم ما فرحش، ما حاش قادرين نقول له يعني هم يعذرونا برضه. معلش اصل مرضي لك. هارد لك كابتن عصام، هارد لك كابتن. عام 96 لحد 2008 عصام الحضري تألق بشدة مع النادي الأهلي ولفت أنظار الجميع، وأنا واحد كنت من الناس المتيمين بعصام الحضري. عصام الحضري مع النادي الأهلي أخذ كل البطولات، دوري أبطال أفريقيا، كاس السوبر الافريقي، الدوري المصري، كاس مصر، كاس السوبر المصري، ومع المنتخب اخذ افريقيا 2006 و2008 لحد ما جات اللحظه اللي دمرت كل تاريخه مع النادي الاهلي، وجماهير الاهلي لحد دلوقتي بيكرهوا عصام الحضري بسببها. سنه 2008 عصام الحضري انتقل في رحله احتراف قصيره لنادي سيون السويسري، وبعدها رجع لمصر تاني عبر بوابه النادي الاسماعيلي، وبعدين راح الزمالك فتره، وراح المريخ السوداني فتره، وادي دجله فتره، الاتحاد السكندري فترة قليلة. لكن يظل أكبر تاريخ عمل عصام الحضري كان مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، خصوصا في بطولات أفريقيا 2006 2008 2010، ومحدش ينسى تألقه الكبير في بطولة كأس العالم للقارات 2009. بالإضافة إلى أنه عصام الحضري وهو كبير كان سنة 2017 كان حارس مرمى منتخب مصر اللي وصل لنهائي كأس أفريقيا، لكن للأسف خسرنا البطولة. الحضري تم تصنيفه على أنه هو أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم سنة 2018، وعلى أساسه الجوانتي اللي لبسه عصام الحضري في مباراة مصر قصاد السعودية اتحط في متحف الفيفا. وبالمناسبة في الماتش ده عصام الحضري صد ضربة جزاء.